Et j'ajouterai une dernière chose, si vous me permettez, Madame la rapporteure. Et ça, c'est vraiment le fond de ma pensée. C'est que le Maroc est un grand pays, souverain, et qui n'a besoin de personne pour défendre ses intérêts. Et surtout pas de petits télégraphistes. متابعينا الكرام، رمضان مبارك كريم، كل عام وأنتم بألف خير. متابعينا الكرام، هذه الكلمات اللي استمعتم إليها قبل قليل قادمة من الصحفي المغربي الأسد الذي وقف اليوم في المحكمة الفرنسية مواجها الادعاءات الكاذبة، متشبتا بوطنيته، متشبتا بقناعاته، وأيضا متابعينا الكرام مواجها الظلم والأكاذيب والادعاءات وما لفق له من تهم باطلة. متابعينا الكرام، الصحفي المغربي رشيد مباركي تم طرده من قناة فرنسية فقط لأنه قال الصحراء المغربية، فقط لأنه قال الصحراء المغربية. هذه هي فرنسا متابعينا الكرام التي تتبجح بالحريات، تتبجح بحقوق الإنسان، تتبجح بحقوق الصحافة وحرية الصحافة، مع العلم أن هناك صحفيين في فرنسا يقومون بما هو أسوأ من قول فقط الصحراء المغربية، بل أكثر من ذلك متابعينا الكرام. ونحن نرى اليوم فرنسا والإجرام الذي تقوم به في المحتجين في الشوارع. أين هي حقوق الإنسان؟ أين هي الحريات؟ أم أنكم تستعملون هذه الحريات وحقوق الإنسان وما عرفت شنو فقط أمام مغربي وقف أمامكم في المحكمة كالأسد بتلك الكلمات الشامخة وقال لكم المغرب كبير عليكم، المغرب كبير عليكم، المغرب ما غاديش توصلوا له، المغرب لن يخضع للابتزاز، كما أن هذا الصحفي لم يخضع للابتزاز. طردتوه من القناة، جبتوه للمحكمة، مع العلم أن الملف ديال الادعاءات فارغ تماما من الأدلة ومن كل شيء تقريبا. ولذلك متابعينا الكرام، نحن في الأمة المغربية نقف وراء الصحفي المغربي رشيد مباركي والادعاء والظلم الذي تعرض له، ونحييه على هذه الوقفة التي قام بها، وأمام هذه الكلمات نحييه أيضا التي نطق بها في المحكمة الفرنسية مواجها الأكاذيب والظلم، ونقول له نحن معك ونساندك. متابعينا الكرام، مجددا رمضان المبارك كريم على الأمة المغربية وعلى حماتها، وعلى بالخصوص القوات المسلحة الملكية المغربية والأجهزة الأمنية بجميع فروعها الذين يحفظون أمن واستقرار المملكة المغربية. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.